هل تعلم أن من ضمن مشترياتك اليومية في أغذية وأدوية ممكن تؤدي لوفاتك؟ نعم، هذه مش مبالغة. في عام 2017 سببت منتجات تخسيس مزيفة في وفاة عشرات الأشخاص حول العالم. كانت هذه المنتجات تنباع لأساس أنها طبيعية وآمنة، لكنها في الحقيقة كانت تحتوي على مواد كيميائية خطيرة تسبب في فشل في الكبد والكلى. القصة بدت بشركة تدعي أنها تبيع منتجات صحية، لكنها كانت مجرد واجهة للموت البطيء. واليوم نشوفه في قصة مشابهة صارت في ليبيا. شركة تدعي أن هي تبيع منتجات بريطانية للتخسيس، لكن الحقيقة كانت صادمة، مجرد ماء ومواد منكهة ضارة. الناس اللي روجوا لهذه المنتجات كانوا جزء من الكارثة. الناس وثقوا بيهم، لكن الثقة أسيء استخدامها. لكن السؤال الأهم، كيف نحمي أنفسنا من الوقوع في هذه الفخاخ؟ أولا، ما تنقادش وراء الدعايات البراقة. إذا كان المنتج يعدك بمعجزة فاعلم أنه غالبا كذبة. ثانيا، تأكد من مصدر المنتج، هل هو من شركة معروفة؟ هل فيها تاريخ موثوق؟ ثالث شيء، استخدم مواقع زي وزارة الدواء والغذاء الأمريكية، زي منظمة الصحة العالمية، باش تتأكد من أن الدواء موثوق ومصرح به وآمن. تذكر دائما أن صحتك مش لعبة، وما تخليهاش بين يدين ناس لا يستحقون ثقتك. فكر قبل ما تشتري أي منتج، تحقق قبل أن تثق. في النهاية، إذا عجبك الفيديو ما تنساناش من صالح دعائك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.